السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وجبة جديدة النهاردة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كشري. طبعا احنا عارفين كلنا بنحب الكشري. عملنا الصلصة، حمرنا البصلة، وبعد كده حطينا الصلصة عليها، وحطينا كوبايتين من الطماطم يغلوا لغاية ما يبقوا حلوين كده، تبع السمك بتاعها، التخانة بتاعتها حسب راحتك. وحطينا طبعا الملح والفلفل وشوية من البابريكا، وبعد كده رحنا على المية بتاعت المكرونة اهو كده. نسلق المكرونة، بحب احطها كده ما بكسرهاش عشان بتبقى طعمها شكلها احلى. هي هتنزل لوحديها اهو. وبعد كده البصلة بتاعتنا هنسيب دي البصلة. طبعا انتوا عارفين بتاعت اللي بتتحط من فوق. بحط لها ذرة من الملح عشان بيساعد على التلفيت بتاعها. تمام اهو. وطبعا احنا عاملين العدس بتاعنا سلقناه اهو. والرز طبعا بتاعنا، لو عندك حتى بواقي رز عادي تحطيه، طبعا بيبقى حلو بدل ما ترميه، استفادي برضو بيه. وادي المكرونة بتاعتنا قربت. الصلصة بتاعتنا دي خلاص خلاص هتستوي اهي. وبعد ما يخلص هنشوف شكله عامل ازاي. والهنا والشفا. عارفين طبعا ده كله وجبة متكاملة. والشفا.